السلام عليكم يا الحباب في اللون. وانا اليوم جبت لكم الوصفه الخفاف ولا سفنج خفيف كيما الريشه. والله يا الحباب، جربوه ردوني الخبر بالمقادير مضبوطه. زوت لون نسقيوها عند لاوسة السفنج فريدش كي خفيفين، ان شاء الله راكم تعجب لاوسة تاقيه. شوفوا خالي من داخل، ما عندوش كاع العجينه. واش درت المقادير؟ درت 3 كيلان سميد الناعم يكون نوعيه مليحه، 2 معالق كبار سكر. وعلاش درت السكر؟ باش كي يطيب السفنج نتاعكم يعطيولو النو الشباب. ودرت الكيل الفارينه. وعلاش ندير الفارينه؟ هكا يخلي العجينه نتاعكم خفيفه. دركا راني نخلط كل شيء. درت الملح، ما كترتش الملح، ما لازمش تكتروا الملح لان حاجه اللي عندها خميره ما لازمش تكتروها الملح. دركا راني نجمع العجينه بالماء الدافي. تجمع لاباطاكيس ومن يحمان. النصيحه يا الحباب، كي تعجنوا العجينه ما تكترولهاش الملح، لازم تعجنوا العجينه مليح. الا قطع عليكم تركثي نيس لاغري غاريس خدمه شويه الفارينه، كيني خدمه راس الفارينه باش السفنجن كنت ادي فاغ خفيفين. راني نكمل نعجن العجينه نتاعي، ندير شويه شويه الماء. ديروها بالطريقه هذه. والله يا الحباب خرجني هايل، جربوا الوصفه هذه ردوني الخبر. هنا مازال ما درتش خميره، انا دائما كي نعجن عجينه خميره نخليها ومن بعد ما نديرهاش في الداخل. كاينه لا ليفر شيميك دائما، لا ليفر بولونجير دائما تتجخسن كاروث. ولا نكمل نعجن العجينه نتاعي. هاوليك راني شديت الخميره الخبز، نديرها شويه الماء الدافي. اللي ما عندهاش خميره هذه دير معلقه كبيره خميره الخبز، معلقه كبيره سكر، شويه الماء الدافي في الكاس، تخلوها تخمر. تيني شاينا لا ليفر كي بولونجير فري اتخدم لا ليفر النظن، اتخدم تيجو مقرانه السكر، تيجو مقرانه لا ليفر بولونجير. سنمشي بومن يحمن سجم تادي شو. درك راني ندخل كاع الخميره داخل العجينه اسخمها وكملت نتنيز داخل. نكمل نعجن العجينه نتاعي الحباب. شوفوا كيفاش نعجن عجينه. درك راني نخبط فيها الى سويت متكاكي لاباطاكي كي خدمت، لازم تخبطوها مليح باش تخلوها كاع الهواء في الداخل. هاوليك نكمل نخبط العجينه وندير شويه الماء. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. نخليها تخمر ومن بعد نعاود نهبط العجينه اسجم تشوف ابري اسعيود متى تسنسمت. هاوليك درك نخليها تخمر مره ثانيه، نعاود نهبط العجينه. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. ونعاود درك راني خليتها داخل البول هكا القصعه، ولا خليتها تخمر هكا واحد 4 مرات ولا 5 مرات. نشوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله العجينه هذه. العفسه الحباب ديروها هكا مام 10 مرات، ما تخافوش العجينه تخرج هايله خفيفه، ما مسخمت 10 تيكوال نورمال. هاوليك خليتها تخمر ومن بعد راني ندير نشكلها على شكل كويرات تسخمها هكا لي بولتي مش طحانينات مقرانين، ديروها كبار ولا صغار. شوفوا العجينه كيفاش خرجت، عندها الفقاعات في الداخل ما شاء الله. راني بديت نطيب الاسفنج نتاعي الحباب. شديت المقله لازم ما تكونش ثقيله. الا قالتي لي المقله الزايد ما تكتروش الزيت، لازم تسخنوا الزيت مليح ومن بعد تبداو طيبوا الاسفنج نتاعكم. شوفوا العجينه ما شاء الله كيفاش تمشي. مهم يا الحباب، ان شاء الله تعجبكم الوصفه هذه، تبعوا طريقتي ان شاء الله تنجحوا فيها. تبع مثل غوسه تاقيه سورتو تي جديدين المبتدئات. جربوا الوصفه هذه ان شاء الله تنجحوا بها.
نخليكم مع الفيديو تكملوا الفيديو. راني مريضة اليوم شوية عيانة، كنت جات تكمل متاع فيديو يجي ان شاء الله تاريو سيم تديس. لازم كي طيبوا السفنج نتاعكم طيبوه هكا، تخليوه هكا شويه ومن بعد ترميو الزيت في الفوق. ما تنسونيش في لايك نتاعكم البارطاج من فضلكم، يستوثاري لايك وين البارطاج. كنت ما فهمت. تشاو، من هنا الى اللقاء.